وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الاختلاف سيكثر في الأمة ويتعدد، وأن سبب الخلاف البعد عن المصدر الصحيح كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين كثرة الخلاف وبين سببه وبين وسيلة النجاة منه في حديث واحد، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما سبب هذا الاختلاف؟ اختلاف المصادر وتباين الموارد الذي يتلقى منها الناس عقائدهم وأديانهم، سيرى اختلافا كثيرا. وكأنه قيل: يا رسول الله، ما المخرج إذا رأينا هذا الاختلاف ووجدنا هذا الاختلاف؟ ما المخرج؟ ما النجاة؟ فأجاب دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وفي حديث الافتراق المشهور قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة، بعد أن أخبر عن افتراق اليهود وافتراق النصارى إلى فرق كثيرة، قال: وستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة، قال: كلها في النار، وهذا وعيد، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ فماذا كان الجواب؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تنبيها على أهمية إصلاح المصدر والمنبع، بأن يكون دين المرء دينا صافيا نقيا متلقى من المعين الزلال والمورد العذب الذي عنه أخذ الصحابة ومنه تلقوا دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ففي هذا النجاة وفيه السلامة.